بس انا كده ايه كنت بسأل من باب الفضول، ايه انشف ولا ما انشفش، استنى شويه. وكانت الغالبيه لا ما تنشفش، وانت فيك حاجه تنشف دمك طب خف الدم بقى وايه واراء زياده عن اللازم. النت مبني دلوقتي على مبدا. بص، شايف الشكل ده؟ يا تلعبه يا اما فلوسك بتلعب. مش عارف بقى، انت لو بتلعب فلوسك عايز تكبر الماي. الثلاث مهمات دول لو لعبتهم، لو بتاع غيرهم انت تكور. طب هو في واحد فيهم انا مش طايقه. كده بقى لنا 15 يوم زي ما قلنا بدون سكر. السكر الوحيد في الحياه هو الطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجت قناة بنت الجند. انا ايه اللي خلاني احلق؟ بس وشي بقى كده، فاهم؟ زاد فيا طول، اولا باسكت وزفت كات. وكل ما اخش الجيمناس اقول وشي يقول لي احلق باسكت، وصاحبي هنداوي يقول لي احلق باسكت، واخرتها كده. المهم النهارده اليوم ال15 من غير سكر وعجز سعرات بسيط. هل الموضوع يستاهل ولا لا؟ لما جيت انشف طبعا 186 سنتي، 81 كيلو، او كنت 82 كيلو حاجه زي كده. فكده كده لا. if you want to take the wrong decision ask everybody. فما تسالش ياما. بس انا كده ايه كنت بسال من باب الفضول، ايه انشف ولا ما انشفش، استنى شويه. وكانت الغالبيه لا ما تنشفش، وانت فيك حاجه تنشف دمك طب خف الدم بقى وايه واراء زياده عن اللازم. المفروض انا لما باخد رايك في حاجه قول لي اه او لا او ليه. يعني ما تستهزاش. هتستهزأ لا ارادي، والله لا ارادي. المهم ففي الاخر نشفت وعملت اللي انا عايزه، لان انا عايز انشف. هعمل كات، ولو باظت معايا خالص هظبط رز وادخن تاني. الموضوع بسيط. فقطعت السكريات. كده بقالي 15 يوم بدون سكر نهائي. تمام. هو انا باظظ فين؟ بقالي 15 يوم بدون سكر نهائي، وعملت عجز بسيط. زي يعني عجزت زي من 300 ل 400 سعرة بعد تاني اسبوع. اول اسبوع عجزت 200، والاسبوع اللي بعده عجزت 200 زيادة عليهم، وكل اسبوع هفضل ازود 200 وهكذا. النتائج كانت جسمي شد شوية وبتاع، وطبعا في شوية نزول، ولكن الاوزان لسه يعتبر زي ما هي، ما قلتش اي حاجة. يمكن العدات قلت. يعني مثلا دمبل مسطح عدته قلت من 6 ل 5 في 45 وكده يعني. هل الموضوع وحش؟ لا، ما مش وحش خالص، تجربة جامدة. فانا كده كده دخلت الجيم عشان عجبني الناس اللي جسمهم شدد وبتاع، فانا مكمل في الموضوع لسه. هنكمل في حوار التنشيف ده، سواء كان غلط سواء كان صح. حتى لو غلط وافترضنا ان هو كان غلط فتعلمنا وايه، هنرجع نكمل تاني ان شاء الله. فالفطار عندنا 3 بيضات. الساعة بنات لهم الوجبة المتينة. خد ما تقعش اهو. الكركبة اللي انا لاممها بانت. عيب والله. 3 بيضات، 100 جرام توست اسمر اللي انا بقولها في كل وجبة. طبعا ده مخزون الطمي المتين اللي انا معتمد عليه ايه في الموضوع. اللي هو هم؟ مم. طبعا ده جنين مشوه لبيضة رشات وانا باكلها، والموضوع محزن جدا. انت عارف كام جرام بروتين طلعوا مني في الطاسة بسبب الشغلانة دي؟ الفراخ اللي بتبيض تاخد بالها يا جدعان، مش نافع كده والله. معلومة غريبة عن التوست الأسمر، لو أنت مدخله في نظامك، لو أنت بتشتريه من بره فهو غالبا مش توست أسمر. إن اللي هو عليه رده كانت فرفت فعلا. فالأفضل إن أنت تعمله في البيت، طريقته سهلة. مش أنا اللي بعمله، بس الأفضل إن أنت تعمله في البيت. الحمد لله الذي طعم هذا الطعام رزقني من غير مني ولا أخوه. بس كده الحمد لله خلصنا الوجبة الوقتية. نعمل كام بوزنج وضعية نطمن على الكونديشن. كده بقالنا 15 يوم زي ما قلنا بدون سكر. السكر الوحيد في الحياة هو الطمي. فدي حاجة إيجابية حاجة سلبية هنعرف زي ما قلنا في الأول. بس كده بقى إيه، نروح الجيم، واحتمال يكون معانا ضيف شرف. ده السكر الوحيد يا أخي معايا. لا، ده السكر الوحيد في إيه في اليوم حرفيا. 3 مرات مش بكتر، لما بتكتر معايا بتوصل 5. احتمال يكون معانا ضيف شرف، كابتن دهنا إن شاء الله إذا جه يعني. على هوايا العب اليك النهارده، مش عارف ليه. ثبت شكله وافضل اعمل فيه بجزء في البارود، عارف والله، بس انا عايز اجربه فهجربه الصراحه. حزقينها قوي يعني. هترضينا بقى.
طبعا الياك مش شكل جديد ولا حاجه زي ما الناس ياما مفكره، شكل قديم من التسعينات، بس على حسب الترند يعني. في عضلات ياما ما اتطورتش، وفي عضلات اوزانها ثابته. انا عندي الكتف الجانبي الابر باك اوزانهم ثابته بقالها فتره، بس الاداء بيتحسن. حاليا وصلت الاداء ثابت، الاداء ثابت وفي نفس الوقت الاوزان ثابته. فانا قدامي خيارين: هستنى كمان شويه لحد ما الاداء اتاكد انه مش هيتحسن خلاص وبعد كده ابدا ازود وزن، ولا ابدا ازود مجموعه باك اوف ست كل واحده فيهم. يعني لو انا مثلا في التي بختم بلعب مجموعه تسخين، ومجموعه اولى ب 80 بجيب بيها 6 عدات، ومجموعه ثانيه بال 80 بجيب بيها 7 عدات، اسمه 5 عدات، اقلب عده بالظبط. بقالي كده زي شهرين او ازيد كمان. الرفرف الجانبي ثابت على 30 بقالي زي 3 شهور، بس الاداء بقى كل مره بصور بلاقي الاداء اجحد من اللي قبل. ففي خيارين: خيار ان انت تزود مجموعه ثانيه وتكون اصلا مش هقدر اخش مجموعه ثانيه بنفس الوزن، فهتبقى باك اوف ست هقلل 5 مثلا. في خيار ثاني ان انت تزود عدات، يعني تقلل وزن وتزود عدات، لان يعني ممكن استجابه العضله لعدات معينه عندك تبقى مش زي استجابه الخيار، وفي نفس الوقت المجاميع. بس انا الاداء ثابت، فانا هثبت الاداء شويه، استنى وبعد كده اشوف الوضع، هل بعد كده هو الاوزان هتزيد تدريجي اصلا من غير ما اضطر ازود المجاميع ولا لا. وممكن تحتاج 3 مجاميع زي اللات عندي. طيب اكتشفت ان انا محتاجه 3 مجاميع الصراحه. الدراع عندي باين صغير بسبب ان الجزء ده من الدراع ريست وساعات صغيرين. فانا قدامي حلين: اما ان انا العب مجاميع ريست وساعد، اشكال ريست وساعد لوحدها، اما 3 اشكال عامه يا فلوت ريست وساعد كلهم، او ممكن تختصرهم في شكلين. لو لعبت هامر كيرب ومعاهم شكل بيعمل الوظيفه دي، ممكن تعمل ريفيرس كيل زياده. بس انا ما عنديش وقت ان انا اضيف كل الاشكال دي، فهلجا لحركه ساعه كده اللي هو هلبس الشداد مثلا في اخر مجموعه من مجموعاتي. بس هتقول لي هو ده هيأثر، هقول لك مش تاثير كبير على المدى الصغير، لكن مع الوقت لا، الشداد فعلا بيساعد في الوزن. فبس ده ممكن يعمل فرق وزن في يعني مثلا لو انت بتلعب بال70 غالبا هتنزل 5، مش هتنزل اكتر من كده، والشداد مش شايل الوزن، انت لازم تقفل ايدك. ولو انت بتفتح ايدك مثلا وانت بتلعب بالشداد فده غلط وبيعرض يركب الاصابه. فانا هجرب كده فتره ان انا البس الشداد في اخر مجموعه ليا بس. مش في كل التمارين برضه، يعني في تمارين زي السنجل بوش داون هو الشداد ماليش غير الشداد يا الكف. اما في تمارين زي اللات مثلا بدل ما اربط الشداد وبتاع مش هربطه، وفي التي بار مش هعرف صح ان انا اتعودت عليه. فهنا هدخل شكل واحد كده من تحت واشوف ايه الوضع. لقيت الريست لسه عايز شغل وعايز يتفصل لوحده وبتاع، يبقى كده هنكمل بقى واضطر احط مجاميع، بس عشان الواحد مش بيبقى فاضي وبتاع، يبقى عايز يجي يخلص تمرين الصبح والجيم فايق وكده واعرف اصور. بس ادينا بنحاول. المهم نخش اول مجموعه. طبعا مش فاكر انا واقف عند كام، فهنلطش 70 نشوف هتيجي معانا ولا مش هتيجي معانا. فشل كلوي عشان حضرتك ما تملش. اتفرج هتبقى في وشي، بس ما تستغربش عشان مش هيقلب زي الطماطم. مش الدرجات يعني، انت كده قاعد على حجري اصلا. انا بقول تبص في المرايه. نص تراي جمله واحده بس. اي صح. واحد صاحبي مستغرب بيقول لي يا اسطى انت كل تمرين
بتجاوب شكل، بتجاوب مجموعه، بتجاوب عدات جديده، وانت ما عندكش هدف عايز توصل له. يا ابني الهدف ده مش هوصل له لما اعرف انا جسمي عايز ايه. وبعدين الناس بقت خايفه تجرب. مش معنى ان انكلاين كيبل بيس نفع مع ناس وبقى هو التمرين الوحيد للبنش العالي، لا مش لازم ينفع معاك عادي. مش معنى ان الالياك نفع مع ناس وبقى هو التمرين الوحيد، هو التمرين الوحيد. مش معنى ان كله بيلعب 4 في 6 يبقى 4 في 6 هتمشي معاك. انت عامه اول ما تخش وانت لسه بادئ جديد، نصيحه انا عملتها، فضلت سنه كلها بلعب مجموعتين للفشل العضلي، مجموعه تسخين ومجموعتين، مجموعه تسخين ومجموعتين. طولت يعني انا زايد، انا داخل الجيم عامه 59 كيلو، طلعت ل 80 ل 82. بعد كده الشغل على تقلبات على بتاع نزلت لل 80 قبل ما انشف على طول. جميل. فكنت كل السنه دي كنت ماشي مجموعتين. في عضلات كنت بقى عندي مجموعه واحده زي التاي، بسم الله ما شاء الله لعبناها مجموعه واحده بس في الاسبوع، مش في التمرين، في الاسبوع. يمكن العب للتاي مجموعه بوش داون واحده بس تتطور. اللات بول داون بلعبناها مجموعتين في الاسبوع اللي هي اللات السفليه الله لاتس. تمام. نخش بقى على العضلات، ما نفعش معاك الكلام ده. الانكلاين بنش ما نفعش معاه مجموعتين تمرين. بلعب له حاليا 6 مجاميع في الاسبوع، 3 في اليوم الاول و3 في اليوم الثاني. خش على الحاجه الثانيه اللات، ما اتطورتش. حاليا وصلت 3 مجاميع في الاسبوع في اليوم الاول و3 مجاميع في اليوم الثاني. اصلا الناس دلوقتي بقت بتستكتر 6 مجاميع للعضله في الاسبوع. اصلا المفروض ينجي مجاميع العضله الواحده 4 ل 10، تيجي تقول له 6 يقول لك 6 يا هم. يا ابني احنا وصلنا كده امتى بس؟ فانا بجرب العضله اللي ما بتتطورش معايا، بشوف عايز عدات، عايزه مجموعه ثالثه، عايزه تظبط الاداء، مفيش مشكله. فرسم معايا الجدول بتاعي انا كعبد الرحمن. العضله دي عايزه 3، العضله دي عايزه 2، العضله دي عايزه 1. العضله دي مش بمرنها خالص زي الكتف الخلفي، ما لمستوش بقالي زي سنه او مش سنه بالظبط، بس انا حرفيا 6 شهور من بدايه الترم الثاني من سنه اولى، دلوقتي نهايه الترم الثاني في ثانيه جامعه، فمش بلعب كتف خلفي وبتطور مع تمرين الروح. تمام. فمفيش مشكله. جرب جرب، انا عايزك تخش تجرب. تاني حاجه، عشان في كذا واحد من صحابي كلموني في الموضوع ده، اللي هو احنا مش فاهمين انت بتتكلم فين، انت عمال تتكلم فين عداد بوكوز وفالود بتاع، احنا لسه داخلين جداد، انا مش فاهم الاجهزه بتتكلم عليه، مش عارف اي حاجه. صراحه ده مش هيبقى محتواي، انا محتواي هيبقى فلوت جاد بس. يمكن بعد كده لما ادرس بقى ابقى فاهم بايو ميكانكس ويبقى عندي العلم الكافي ان انا اخش امسك كل جهاز في الجيم واشرحه واشرح الوظيفه بتاعته واقول لك الجهاز ده بيعمل ايه وبيخلي ايه، هنبدا نعمل الكلام ده. لكن انا دلوقتي شخص محتواه فلوجات بس وتوثيق، فيمكن على قناه ثانيه، يمكن على قناه دي، ولكن مستوى متقدم قدام. انا بالفعل بدات ادور على كورسات بايو ميكانكس حلوه بحيث ان انا اكون فاهم، لان انا بحب الموضوع الصراحه. يعني ممكن اسيب كيمياء ويحصل عليها في الكليه واقعد اذاكر بايو ميكانكس وحاجات للجيم، ده طبيعي بالنسبه لي، ولكن مش دلوقتي. فان شاء الله اصحابي اللي مستنيين كده ممكن تبحث عن اليوتيوب هتلاقي كونتنت شارحين كل عضله من الالف للباء، ولكن ده مش هيكون عندنا. طبعا بعد مواجهه اداء المجموعه الاولى خدت بالي ان انا كنت مميل كده للجنب، وده بيبقى حاطط تنشن على العمود الفقري. انت لما بتبقى مميل كده وبتسحب في عمودك الفقري، شايف الحوده دي طبعا غلط، بتعمل لك تشوه في العمود الفقري. وانت يبدي الكلب بتعمل عزل لوحدك ليه؟ المهم وانت مميل كده ده بيعمل تشوه العمود الفقري بتاعك، انت بتبقى حاطه في وضع زي ده وفي نفس الوقت تحمل عليه وزن من الجنب الثاني. فانا المفروض اقف واقعد عادي واعمل سبيد للات، بعد ما اعمل سبيد للات اسحب كده، واللات ايه، واللات زي ما هي بص بلاش الثانيه اللي في الاخر اللفه دي اهو، اللات اهو تعمل كده مثلا وتسحب، ايوه كده انت بتستخدم اللات حرفيا. ولكن بعد مواجهه الاداء لاحظت كده، فهنعدي الموضوع في المجموعه اللي جايه دي ان شاء الله. دي اخر مجموعه كده دي المجموعه الثالثه النهارده. ايه فوله طبعا دي مش باينه عشان البتاع. شوف يا ابني عيب. هي الحته دي صغيره بس شايف صغر الحته دي، خليها دراعي كله يبان صغير، مع انك لما تقف كده بس دراعك اختفى في الجنب
الحته دي كبيره مش كافي يستر الساعد. فطبعا دي اخر مجموعه، هلبس شداد وهزود وزن، وغالبا هضطر احط اليستر الساعد مجاميع من الاشكال الثلاثه بتوعه، بس مضطر بقى. طبعا مننساش اللي احنا قلنا عليه. ايوه ظهرك مفروض. رب الاداء يكون صح. هنشوف. طبعا رجعت الاداء هو صح، بس في لا صح منه، لان حاسس ان كتفي طاير فوق. لو نزلت شويه اتحكمت في اللات هيبقى احسن بلس 99 مره، ولكن مش وحش بالنسبه لاول مره يعني. تاني سيديهاتك معايا كترت. سيديهاتك معايا كترت. طبعا كابتن دهن وصل، لا مؤاخذه بس. خد عيك، عايز كده. حط اللي هتحط يا عم. ايه؟ يا عم انا راضي ولا هتحط؟ سبع راضي بالله احطه؟ مش هتزعل. خد بالك ده مش الجهاز اللي عندك، ده التاني بيشيله وبتاع وبيطلع. ايوه في زمالك ما فيش الكلام ده. لما بترمي يا اسطى التاني لما بترمي خلاص هنا بتسوق تصرفك. انا بقول لك انا مكرم الجيمات والله الجيمات 2 من 10. واحد. ايه تنفعش صدرك يا انزل تحت، انزل تحت. احسن. تنفعش صدرك بقى. احسن. جاي كويس. اعزف. ايه اللي تحطه انا هحطه. بص بيقول لي ما ترفعش صدرك. ابو الاداء الغلط اهو مش معاه سيبه اهو الفشل الكلوي اهو الفشل. ها يلا بس يا انا حاسسكم مبسوطين يا اسطى. اصلا ما فكرتش تشتغل في جيم؟ اشتغل في جيم اقعد عليه وما رضيتش بجد؟ ليه بقى؟ كده مواعيد لا صداع. مش مغريه انا مش داخل الجيم عشان اشتغل في جيم وابقى كوتش، داخل الجيم ابقى جيم فلوجر، يبقى عندي علم وبتاع، هاخد كورسات بعد كده، مش عشان ابقى كابتن في مع الجيم. شلبي بتاع هبقى زيه خد بالك. ما شاء الله عليه والله راجل جاحد. الواد ده ما شاء الله احسن واحد على السوشيال ميديا عامة. تلعب بيهم. اطلع يا عم حتى 10 اطلع حتى 10 بس. الزود يا ابني، انت جايب الوزن اللي فات 8 قد ايه؟ ما حلوين ايه حط يا حبيبي. ما ديش الشداد بس عليه. لازم. دي ازمه كبيره. انا جايبه ميديم عشان ما يحصلش معايا الحركات دي. ما كانش بالي مقاس ده اصلا. خد بالك. بصور فضيحه. فضيحه. احسن. ليه؟ 3 احسن. 4 ضحكوش بقى. 5 ايه؟ انزل يا اخويا انزل. كويس. فطرتش كويس. عدي ها. ما فطرتش كويس. هو الفطار. فاكر انت هتعاني والله في الانتظار. انا مش عاني، انا ما لقيتش حته نضيفه تتحط في الفيديو. اثنين عاش 3 روح 4 روح بس في
التكه دي اصعب حاجه في الجهاز ده. النهارده بجرب اتمرن من غير شداد عشان اشوف لسه هيقص عليا شهر كده ولا حاجه. لا هيأثر. في الباك اوف ست هشوف هيطول ولا لا. انا مش هيقص، هيوجعني، انا كده كده مقلل وزن، بس انا دراعي بان صغير عشان الحته دي صغيره، فاهم؟ بتاع الباي كبيره بس الجزء تحت صغير، فاقف كده يبان دراعي صغير. فانا ما عنديش وقت ان انا اضيف له مجاميع زياده، انا باجي الجيم بالعافيه صح؟ اقعد احط له مجاميع أيوة. 3 اشكال وبتاع، فانا لا اشيل الشداد من كام مجموعه واشوف هيطول ولا لا. لو ربنا ستر وجيناته كانت حلوه واتطورت يبقى ملهاش لازمه احط له اشكال. بنسترها بقى عشان انا اتزنقت بقى واضطريت احط اشكال وبتاع، يبقى مكتوب لي. ليه اصلا مش هتمرن يا اسطى؟ مش هتمرن طيب؟ انا هخش فلات النهارده، عايز اخش فلات. اشمعنى فلات؟ انا امبارح كان شكلي زباله وانا مسكت 35 وبنزل ما طلعتش والله، وربنا ما طلع. بص انا بغير امبارح في واحد بيقول قدامي ان هو جايب كوتش ب 1000 ونص عشان يتمرن بيه. المهم بيطلعوا كده الست فيه، قلت له نايك يعني. مال بقى انت مش فاهم، انت مش فاهم. بيقول لي بقى ده اصل، قلت له ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي اخوك اللي انت شايفه. يا اسطى ده بقى نفسيته هتزعل بعد كلمتك دي. انت المفروض تقول واو روعه، واو الجمال ده، ايه الجمال ده، 1500 بس، ده ياه، انا شايف واحد لسه شاريه ب 5000 جنيه، فاهم؟ عشان نفسيته ما تزعلش. انا بط ضحك ما مسكتش نفسي، مش كده، ما عرفوش. هنا مش كده، هو كان بيوريه صاحبه فالإفيه طلع مني اوتوماتيك ان انا ما عرفتش امسك نفسي، ان هو كان بيقولها بطريقه تضحك فشخ، هو مستني حد يقول له ايه تمام كويس. أيوة. رحت انا نايك يعني. طبطان يا جدع. رحت ماشي بقى بكل بدور، رحت سايبه وماشي، خليته يعمل لي كده. مين بسم الله حالك بس. عايز ايه؟ مالك بس، ورني ايه بس. بص على الماسكه دي شويه، بص على شويه. يا ابني يا اخي كده ماشي هي حلوه كده. يعني دي بدك تنفس بالعافيه. الصدر. احزق اعمل نفسك ما بتعملش حاجه. الوجبة التانية معانا 120 جرام صدور فراخ، 150 بطاطس، 3 بيضات. استنى الوجبة الرابعة. نيجي بقى لآخر حاجة في اليوم عندنا، وهي 100 جرام شوفان. هتسألني بختم بيها ليه بكل عشوائية؟ ليه بختم بالشوفان؟ أول حاجة إن هو بيشبعني وقت طويل فمش بجوع طول الليل، فبختم بيه. لو ما ختمتش بيه يعني زي ما يكون إيه، بعوز حاجة تقعد في بطني ياما، فالشوفان طبعا كله فايبرز وبتاع فبياخد وقت. ده إجمالي اليوم كله بالسعرات بكل حاجة طبعا 2600. ده اللي المفروض ادخله، ده اللي هو المينتيننس او الثبات بتاعي، وبعد كده بيقول لي فاضل لي 300، وده العجز اللي انا عامله. في مصيبه بقى لاحظتها النهارده. ايه ده يا اسطى؟ ايه ده؟ نسبه فات 53%. طبعا اول مره اعمل نظام لنفسي، ودي الميه شربت 3 لتر بس، ما قدرتش اصلا اشرب 3 ازيد من كده. بس مش عارف ايه حوار الفات ده، هتعامل معاه ازاي، وان الميزانيه خربت اصلا. هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ودي نهايه الفيديو لان دي اخر وجبه في اليوم. والوجبه الثانيه اللي انا ما صورتهاش كانت 400 جرام رز و150 جرام صدور فراخ. بس كده، سلام، اشوفكم في الفيديو الجاي.